اما الكريم ديال هذاك الشيء علاش يعني ما نقدرش نحط المنتوج قدامي ونهضر. الكريم ديال سم النحل، هذاك الوالده ديالي كانت ما كطويش رجليها، كانت ما كطويهاش، ديما دايره لها واحد الباندا. وملي خديت انا اول كوموند ديالي خديته الوالده ديالي استعملته، قسما بالله الا خدات عندي، جات عندي الوالده وخديت الكوموند، خدات عندي الوالده 3 ايام، نهار 4 ايام مازال ما استعملته، المهم نهار 40 يعني يلاه 3 ايام باش استعملته. كتوي رجليها قالت لي ردوا البال، قالت لي ما رديتو البال حتى شي ما لاحظتو حتى شي حاجه، قلت لها لا. قالت لي رجلي، قالت لي كنطويها، قلت لها بصح، قالت لي واش ما كنتيش كتويها؟ قالت لي ويلي يا بنتي راه ديما قايلك هكاك عندنا على الميدان يعني كتسرح رجليها، ماشي احنا ما كنهضروش على السداري، لا هي كتقعد تفرك يعني عزيز عليها تقعد تفرك. قالت لي الا كنصلي رجليها كتسرح، يعني ما كانتش كطوي رجليها. هذاك الشيء علاش انا بغيت نعطي الشهاده ديالي عليها. ومره اخرى ملي خديت الكوموند خدات جوج، واحد ديالها وواحد لخالي، يعني خداتو الاخ ديالها. السلام عليكم. بالنسبه لهذا الكريم ديال سم النحل، فهذا الكريم هذا الناس بزاف ما عارفينوش واش كيليق. هذا داير من سم النحل، هو كيوفر السهوله ديال الحركه. يعني كتلاحظوا في التصويره فين كاين في المرفق، في الركبه، اي حاجه كدور. يعني فين عندنا حنا داك السائل اللي كيكون في الغضروف، الناس كيقول لك بزاف ما بقاش عندها داك الماء اللي كيكون في داك السائل اللزج. فبالنسبه لهذا سم النحل، هو انه اول حاجه اللي كيخلصنا من الام المفاصل، كيحسن ديال المرونه ديال المفاصل، وكيقلل من الالتهاب والتورم. عندنا في واحد الماده ديال كوندرويتين. هذا الكوندرويتين اللي كيساعد على استعاده النسيج الغضروف والمفصلي، داك النسيج ويحسن انتاج السائل الزليلي، داك السائل اللي كيكون عندنا حنايا. السلام عليكم بنات البنات. جيت نقترح عليكم هذا الكريم هذا ديال سم النحل. هذا الكريم هذا البنات رائع زوين بزاف. الناس اللي دايزه عندهم شي لويه وكتنوض تحرقهم، دايزين تهرسوا داك الهرسه كتولي تحرقهم، هذا راه زوين. انا هذا راه عالج لي الوالد ديالي من الهرس ديال الضلوع ديالو، كان مهرس وتبع. هذا راه زوين بزاف صراحه. الناس اللي عندهم احتكاك ديال المفاصل، الناس اللي كيحرقوا المفاصل، يعني هذا كيعالج من داخل العصب العظام من داخل. يعني اللي عندك شي مشكل صعيب شويه، هذا راه زوين بزاف. هانتوما البنات في هذه الورقه هذه، شوفوا البنات لونبالاج، شي حاجه روعه ديال الشركه ديال فيرونا. هانتوما البنات في هذه الورقه هذه بحال المنتوجات اللي كيتباعوا في الفارماسيان، بحال الدوايات ديال الفارماسيان. هادو منتوجات معالجه بالنسبه لهاد المشاكل هادو. نتمنى تجربوهم اللي عنده شي مشكل، راه زعما منتوجات روعه. كاينين بزاف ديال المنتوجات معالجين، اللي بغات مرحبا اهلا وسهلا تعرف على المنتوجات ديال شركه فيرونا. هذا مجموعة ديال الأعشاب، مجموعة ديال الأعشاب فيه كل شيء. الأعشاب اللي كتداوي الجرح كاينين في هاد الكريم، تنسميو حنا كريم جميع المناسبات. هاد الكريمة هادي تتعالج بالخصوص لدغات الحشرات، الحبوب، الحزاز، الجروح، كتعالج البواسير. هذه كريمه جربوها الناس بزاف وعالجوا بها البواسير، غير مجرد انهم تيتوضاو تيمسحوا ديك المنطقه فاش كيخرجوا حاشاكم الخروج ديالهم وكيتجرحوا، كيمسحوا وكيديروا هاد الكريمه هادي. راه هاد قبطله لكل ما هو يعني مشاكل ديال الجلد، بحال الحبوب، بحال الحزاز. مثلا الوليدات الصغار كتكون فيهم ديك البشره الاطوبيه، كيبداو ينوض لهم داك الطفاح، ولا تيتقطعوا لهم مورا الودينات، بحال هكا وليدك تقطعت ليه هكا الودينه، شي حزازه، شي حبوبه خرجت لك في شي جهه في الوجه وحشمت بك ما عرفتي ما ديري لها، شي بوش نيتي في الضفار، شي مهم اي حاجه هذه راه كتليق ليها وكتليق البواسير. ولا عندك شي التهاب مثلا، كاينين البنات اللي كتكون عندهم ديك القاعده ديالهم تيجلسوا فيها عليها كلها ملتهبه بالحبوب، هذا راه مزيان. الحبوب اللي كيكون في الظهر، هذا مثلا تحت البزازه، فاش كتكون تحت الصدر ديالنا، بعض المرات اللي كيكون عندهم تيكونوا غلاظ وتيكونوا البزاز ديالهم ثقال، فبحال كيتجرح ليهم تحت البزوله ديالهم، بحال كتجرح ليهم، فيديروه. راه زوين ديك المنطقه وتتحيد ديك الكحوله اللي كتكون تحت البزاز ديالنا. هذه كريم جميع المناسبات من الدكتور هيلث اند كير من الشركه ديال فيرونا كوسميتيك.